السلام عليكم، اهلا بكم معايا في فيديو جديد. النهارده ان شاء الله جايبه لكم وصفه حلوه جدا. الوصفه دي مقشر للبشره. هي تنفع لبشره الوجه وتنفع لاي مكان في الجسم. ممكن لو انت عروسه تعمليها قبل فرحك مثلا بشهر ولا حاجه. هي بتتعمل مره واحده بس يا جماعه في الاسبوع، مش اكتر من كده. زائد كمان ان انا عايز اقولك ان هي بتتعمل الجسم كله قبل الشاور، بس ده لو عملناها للجسم كله في الغلا اللي احنا فيه ده مش هينفع، لان احنا هنحتاج كمية كبيرة جدا. فيفضل ان احنا نعملها حتى لبشرة الوجه. ممكن لو اتبقى منك حاجة تتعمل للرقبة، للكوع، للركب كده. بس هي حلوة جدا في التفتيح، وانا عن نفسي بفضلها وبحبها قوي قوي قوي، وبحب استخدمها على طول. وكمان بالاخص ممكن ما اجهزهاش، هي ممكن مثلا يعني يفيد حاجة مني اعملها. هقول لكم ايه اللي بيفيد، وتابعوا الفيديو وان شاء الله باذن الله تعملوها وتجربوها وباذن الله تعجبكم. تعالوا ما اقول لكم ايه المكونات بتاعتنا. اول حاجة انا هعمل على قد وشي. تمام، هعمل على قد وشي بس، مش هعمل كتير لان انتوا عارفين الحاجة غالية جدا. البن بقى غالي، هستخدم بن بقى غالي جدا على فكرة. فانا هاخد حوالي معلقة كده صغيرة من البن واحطها انا في الطبق. وطبعا الطباق اللي انا بعمل فيها الوصفات ملهاش علاقة بالطباق اللي احنا بناكل فيها. انا عندي الطباق بتاعت الوصفات اهي، ملهاش دعوة بالطباق اللي انا باكل فيها خالص. دي طباق مخصصة للوصفات اللي انا بستخدمها. كمان هستخدم سكر، وهنا عايزه اقول لكم ان كيلو السكر معرفش بقى ب40 ولا 45 جنيه. برضو مش هينفع نكتر. هناخد برضو معلقه صغيره كده، مش مليانه سكر. تمام، زي ما قلت لك هي تنفع للجسم كله، وحلوه جدا للعرايس قبل الفرح، قبل الشاور. بتعمليها كل اسبوع مره لمده شهر، بتخلي جسمك ده قشطه قبل الفرح. جميله جدا جدا جدا. ومعايا زيت زيتون. تمام، هاخد، بصوا بقى انا عايزه اقول لكم على حاجه. زيت الزيتون هنا احنا عايزين نخلي الوصفه عامله زي الرمله. تعرفين الرمله؟ عامله زي الرمله بالظبط، ما تكونش سايله. وانا هوريكم القوام اللي احنا هنحتاجه دلوقتي. يعني زيت الزيتون ملوش مقدار يا جماعه، زيت الزيتون ملوش مقدار. يعني ممكن اخد انا على معلقه صغيره من البن معلقه صغيره من السكر، يعني مثلا نقول ربع معلقه من زيت الزيتون. تمام، وهحطها كده على الحاجات اللي معايا، وهشوف القوام اللي انا عايزاه. زي ما قلتلك عايزاها تبقى عامله زي الرمله، مرمله كده، ما تبقاش سايله. هاخد كمان شويه صغيرين خالص من برضو زيت الزيتون كده، مش هحتاج لزيت الزيتون تاني، نحطه كده على جنب. تمام، نبتدي نخلطهم مع بعض كويس جدا بالشكل ده. بصوا القوام ده عامله زي الرمله، رمله ما تبقاش سايله. بصي بقى هقولك تستخدميها ازاي. هتخلي وشك مندي ميه، هتحطي على وشك ميه وتاخدي من الوصفه دي وتحطي على وشك، وتعملي فرك بحركات دائريه، فرك حركات دائريه. وحاولي ما تضغطيش قوي على الجلد عشان الجلد ما يتعورش او ما يتجرحش، لان الجلد بتاع وشنا ضعيف. فوانتي بتعملي كده، بتعملي بحركات دائريه كده، اعملي بالراحه برفق بالراحه خالص. تمام، تعملي اخرك هنا، حطيش هنا، اخرك هنا، اخرك عند العظمه دي اللي تحت العين، وتبتدي تعملي وشك كله بحركات دائريه لمده حوالي 3 دقايق ولا حاجه. وبعد كده بتغسلي وشك، وبعدين بتحطي اي كريم مرطب موجود عندك. بتتعمل مره او مرتين في الاسبوع، ويفضل مره واحده في الاسبوع عشان كتر المقشر ده كتره. يعني لما تعمليه كل يوم هيعمل لك التهاب في البشره، عشان عمليه الفرق اللي احنا بنعملها.
لو بقى انتي حابة سنتي بقى وداخلة على فرح وجواز كده وحابة تعملي وصفة بكمية كبيرة زي ما قلتلك، هتعملي الكميات مضاعفة، زائد ان انتي هتبلي جسمك مية تخلي جسمك مبلول رطب، وتبتدي تعملي تقشير لجسمك كله زي اللي انا قلتلك تعمليه للبشرة بالظبط. وبعد كده تاخدي الشاور بتاعك عادي جدا، بيخلي جسمك يعني ابيض، بيفتح الجسم، بيخلي ملمس الجسم طري. ويا سلام بقى لو عملت ترطيب لجسمك كله بعد الوصفة دي، حاجة هايلة بجد بجد جدا. انا بقى بعمل ايه؟ مش هضحك عليكم، انا باخد التفل كمان. شفتوا انا بشرب قهوة عادي يعني، باخد التفل بتاع القهوة واعمل بيه وشي ساعات قشر او سكراب لوشي، وممكن احط عليه شوية سكر واعمل بيه سكراب، او ممكن احط عليه برضو سكر وزيت زيتون واعمل سكراب لوشي بالتفل بتاع القهوة اللي بيفيد من القهوة بتاعتي. خلاص، فممكن تعملي بالتفل عادي، او ممكن تعملي الوصفة زي ما احنا عملناها مع بعض دلوقتي، واللي يريحك اعمليه. اسفة على وشي التعبان، معلش تعبانة شوية، ادعولي ربنا يشفيني ويشفي كل مريض يا رب. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم.